بالرغم إن الدنيا صعبة على كله، بس يمكن أكتر فئة بتوجع قلبي هم الستات اللي فاتحين بيوت. في ستات كتير شايلين مصاريف البيت. زمان كانت الست ممكن تشيل مصاريف البيت في حالة وفاة جوزها لو ما كانش سايب لهم مصدر دخل، لكن دلوقتي ظهر نوع سيء جدا من الرجالة، وهم اللي بيظهروا في حالات الانفصال أو الطلاق. تلاقي الذكر من دول ياخد قرار إنه طالما طلق مراته فهو طلق عياله كمان، تروح بقى هي تتكفل بيهم حتى لو كان معاه فلوس، كأنه بينتقم من أمهم فيهم. فللأسف الست تضطر تنزل تشتغل وتطحن نفسها علشان تعرف تكفي مصاريف عيالها. الراجل اللي بيعمل كده لو قعد يصلي طول عمره ويسبح ويصوم وراح ربنا بذنب ولاده ومراته بس، الذنب ده كفيل يوديه ورا الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لما تطلعوا صدقات أو فلوس دوروا في وسط الناس على الستات العظيمة دي، الست اللي شقيانة وشايلة فوق دماغها حمل جبال.